فيبوريسو حرفيا دقت بيهم الدنيا وخلصت منهم الاسامي، ومنزلين جهاز اسمه هو الصراحة من حيث الفكرة من الجمدان، ولكن فيبوريسو if you are listening this word is a bad word in Arabic. سلام عليكم اتش فيبينج. ننطقها بقى قوس، ننطقها كوز، المهم هنتفق لها على نطق عشان مش هينفع ان احنا طول الفيديو نقضيها كده مش هنخلص. الجهاز الصراحة بيجي في علبة عظيمة ومكتوب عليها لون الجهاز من بره، وعلى ظهر العلبة طبعا مكتوب محتوياتها. محتويات العلبة بقى، وهات ورقة وقلم واكتب ورايا. اول حاجة في ظرف لطيف جواه كتيب تعليمات التشغيل كعادة فيبوريسو، تحت منه ورقة الطف منه فيها دليل الاستخدام السريع للجهاز، والصراحة انا مش عارف ليه هم منزلينها بلغة غريبة الشكل، اعتقد ان هي اسباني. الشيء الضخم اللي احنا شايفينه قدامنا ده يعتبر باور بانك بيشحن البود سيستم نفسه، وجواه الخزان اللي بيعبي البود اللي راكب على الجهاز. من هنا في زرار لطيف مكتوب عليه فيبوريسو، هو اللي من شأنه انه يطلع الجهاز من جوه الباور بانك. وهذا الباور بانك بيتشحن من اسفل باستخدام كابل شحن تايب سي، وزي ما احنا شايفين السعة بتاعته 1500 ملي امبير. وخلونا نسمي البتاعة دي على بعضها كده وحدة التغذية، سواء تغذية بالطاقة او بالليكويد. من هنا بتقدر تطلع الخزان اللي بيتعبى ليكويد اللي بيعبي البود نفسه، والخزان ده بيشيل 7.5 ملي لتر من الليكويد. على الجانب الاخر هتلاقي الزرار اللي بيدي الامر لهذا الخزان ان هو يعبي الليكويد في البود، وتحت منه هنلاقي 3 لمبات بتبين مستوى شحن البطارية، سواء كانت بطارية الخزان او بطارية الجهاز نفسه. الكبسولة بقى او خزان الليكويد الكبير ده زي ما احنا شايفينه يعتبر شبه شفاف، عليه براندنج بتاع فيبوريسو، وبيتعبى من اسفل من خلال قطعة مطاطية بتفتحها وبتعبي الليكويد زي ما انت عايز. جوه العلبة ايضا هنلاقي البود سيستم نفسه، هو جهاز سليم ورشيق جدا وراكب عليه بود من فوق، واللون اللي معانا النهاردة هو البيربل او البنفسجي، والصراحة انا منبهر بالفينيشنج والنظافة والشياكة بتاعة الجهاز، ولكنها ليست جديدة على فيبوريسو. وطبعا الجهاز عليه براندنج بتاع فيبوريسو من كل حتة وفتحات دخول الهواء من الجناب. من اسفل الجهاز ده بنلاقي فيه نقاط التلامس اللي بتخليه يشحن من خلال الباور بانك. طبعا هو مفهوش مدخل شاحن، والبود بيركب على الجهاز من خلال كليبسات وقطع مغناطيس برضو بتستقبل البود من تحت. وزي ما احنا شايفين اسفل البود في نقاط التلامس اللي بتوصل الكهرباء للبود، وكذلك السنسور او حساس النفس. طبعا البود لو بصينا عليه مش هنلاقي مكان تعبيه منه بالليكويد، لان هو بيستقبل الليكويد من خلال الخزان اللي في القطعة الكبيرة او الباور بانك. بيستقبل بقى الليكويد منين او ازاي؟ باختصار من خلال الدايرتين اللي احنا شايفينهم دول، والبود اللي بيجي راكب على الجهاز بمقاومة 1.2 اوم، وهو شفاف بالكامل، ولكن البلاستيك بتاعه فيميه غامق شوية، بس تقدر تشوف مستوى الليكويد عادي جدا. الجهاز نفسه صغير ورشيق جدا، وطبعا في فتحتين مدورين احنا شايفينهم، دول اللي المفروض بيقابلوا اخواتهم اللي في البود عشان يقابلوا اخواتهم اللي في الخزان اللي في الباور بانك عشان البود ده يستقبل الليكويد. فلما تيجي تركب البود على الجهاز لازم تخلي بالك من العدلة دي، ولكن عموما لو حبيت تركبه في الاتجاه المعاكس مش هيركب، لان الديزاين بتاع الجهاز وبتاع البود في حردة او كيرف كده بيحدد الاتجاه وبيمنعك ان انت تركبه في الاتجاه العكسي. جوه العلبة ايضا بيجي كابل شحن تايب سي من الكابلات النظيفة بتاعت فيبوريسو اللي عليها البراندنج بتاعهم. وجوه العلبة ايضا بتيجي علبة صغيرة كده عاملة زي علبة الكبريت، فيها اختراع ظريف من فيبوريسو عبارة عن تبب او فلاتر قطن كده عامله زي فلتر السيجاره للناس اللي بتحب الملمس او الشكل ده. انا الصراحه ما بيشدنيش، ولكن هم حاطينها برضو لمحاكاه نفس التجربه. ولو بصينا هنلاقي ان دي استحاله تركب على البود اللي بيجي راكب جوه الجهاز، وهنا يجي دور البود التاني اللي بينزل جوه العلبه برضو، وهو يكاد يكون نسخه طبق الاصل من البود الاولاني في كل شيء من حيث المقاومه والشكل وكل حاجه، باستثناء الدريب تيب اللي فوق فيها فتحه مدوره تقدر تستقبل التب او الفلتر القطن اللي هم منزلينه. يعني لو ركبت دي في دي الصراحه هيبقى شكله عار، ولو ركبته على الجهاز هيبقى شكله عارين، ولكن هم حاطينها للي بيحب الاحساس ده. عشان تعبي الخزان ده بالليكويد بترفع القطعه المطاطيه الحمراء اللي تحت دي وتظرف النوزل بتاع ازازه الليكويد بتاعتك وتعبي يا معلم زي ما انت عايز، وبعدين ترجع تقفلها تاني. وحبايب طبعا انا مش من عادتي ان انا اعبي الموضوع بكميه اكتر من اللازم، احب احط شويه كده اجرب اشوف الدنيا فيها ايه ونشوف
نشوف هيظبط ولا مش هيظبط ولا هيطلع فيه اي مشاكل. لما بتركب الخزان على الباور بانك ما بيحصلش اي حاجه، ولا لمبه ولا فايبريشن، ولكن الدنيا تمام. عشان تركب الجهاز جوه الباور بانك هو في اتجاه واحد فقط، عشان برضو نفس الشيء، وهو محاذاة اماكن تعبئه الليكويد مع الاماكن اللي هتقابلها في الخزان نفسه عشان البود ده يتعبى بالليكويد. وطبعا هم عاملين حسابهم ومحددين الشيب بتاع الفتحه اللي بيركب فيها الجهاز والشيب بتاع الجهاز نفسه عشان ما يركبش غير في اتجاه واحد. فلو انت مش مركز قوي ان انت تحازي الفتحتين مع الفتحتين، هم هيجبروك ان انت تخلي بالك من الموضوع ده. اول ما بتركب البود على الجهاز بيحييك بالاضاءه اللي تحت، وبيبدا ان هو يشحنه على طول في ساعتها. ولو ركبت الشاحن في الباور بانك برضه هيحييك بشويه اضاءه، وهيعمل بايباس للاولاني ويوريك هو بيشحن قد ايه في مستوى شحن الباور بانك. وطبعا الجهاز بيتفك من على الباور بانك من خلال السويتش اللطيف الشيك جدا اللي مكتوب عليه فيبوريسو ده. والصراحة مهما وصفت الكاميرا مش هتوصف احساس مسكة الجهاز في الايد نفسها. عشان تعبي الاختراع ده بالليكويد مش مطلوب غير انك تضغط ضغطة واحدة على زرار التعبئة، ولكن بشرط ان الجهاز يكون محطوط في وضع رأسي مستقيم على مكتب او على ترابيزة او حتى في ايدك، ولكن مش هيتعبى لو الجهاز مايل بأي شكل من الاشكال. لما بتضغط على الزرار عشان تعبي الليكويد بتحس ان الباور بانك خد الجهاز بالحضن شده عليه كده، وبتبدأ تسمع زنة صغيرة لطيفة كده لغاية ما البود يتعبى وهو بيفصل من تلقاء نفسه. وبمجرد ما البود يتعبى برضو بتبدأ تسمع زنة لطيفة، وهي ان ده بيفك عن ده. ودي مقارنة كده جنبا الى جنب مع احد اشهر اجهزة فيبوريسو، هو اكسروس. انا مش فاكر الصراحة ده اكسروس كام، ولكن هو غالبا اكسروس ميني حاجة، ميني 2 بقى، ميني 3 مش متذكر بالظبط. ودي برضو مقارنة جنبا الى جنب مع بعض اشهر اجهزة البود سيستم اللي منتشرة حاليا، بداية من الكاليبرن العادي وصولا للاوكسفا سليم برو اللي انا لسه عامل الفيديو بتاعه قريبا. طبعا الفكرة يعني صباح الجمدان، انا مبهور جدا بهذه الفكرة وبطريقة تنفيذها، لان بعض الشركات ممكن تطق في دماغها فكرة يجوا ينفذوها تلاقي نفسك ماسك فردة كاوتش في الاخر. ولكن الصراحة انا منبهر من طريقة تنفيذها بهذا الاتقان، بهذه الخامات، بهذه النظافة والشياكة. الصراحة الجهاز شيك بزيادة وملفت للنظر بزيادة، ومسكته حلوة من اروع ما يكون، حاجة خفيفة صغيرة كده، اصغر من اي بود سيستم شفته الفترة اللي فاتت من البود سيستمز اللي بالستايل ده او بالشكل ده، رفيع وسلي. يعني ده اللي يتقال عليه سليم بجد، يعني ده سليم بزيادة. سحبة الجهاز ماوث تو لانج ضيقة، للي بيحب سحبة الماوث تو لانج الضيقة هم عاملينها بتحكي السيجارة بالظبط. بود شفاف بتشوف منه مستوى الليكويد، ده كلام جميل. جهاز بيتعبى وبيتشحن من غير ما انت اصلا تعبيه ولا تشحنه، فكرة رائعة. الدريب تيب من النوع المبطط اللي عامل زي بوز البطة، اللي انا في كل فيديو بقول اني انا بحبه اكتر من الدريب تيب المدورة. وحاطين بقى فكرة الفلتر بتاع السيجارة للي بيحب الدريب تيب المدورة واللي بيحب احساس السيجارة. رغم تحفظي على الشكل العام للجهاز ده لو ركب عليه الفلتر، الا اني برضو بحييهم على التفكير وان هم ازاي بيحاولوا يرضوا اكبر فئة من المستخدمين. فيبوريسو الحقيقي من زمان سميعة. الجهاز نفسه بطاريته الداخلية 250 ملي امبير، وعشان اشوف بتقعد قد ايه قررت ان انا ما احطوش في الباور بانك خالص، هشوف الشحنة الكاملة بتقعد قد ايه. لقيتها بتقعد معايا حوالي 6 ساعات. البود بتاع الجهاز بيشيل 0.6 ملي لتر من الليكويد، يعني نص ملي وحته. طبعا الكلام ده لو انا قاعد شغال مثلا ومركز وتك تك وكلام من ده ممكن يخلص معايا مثلا في ساعتين. والعمر الافتراضي بتاع البود حيث ان هو اصلا كله على بعضه بيشيل نص ملي، فخد مني مثلا حوالي 25 مره ريفيل اعاده تعبئه قبل ما احس ان البود ودع. تحفظاتي على الجهاز لاني مش هقدر اعتبرها عيوب. خد بقى الصدمه، السعر المقترح من المصنع لبيع هذا الجهاز للمستهلك حوالي 100 دولار. طبعا مقارنة بسعر اي بود سيستم تاني ده سعر في الشلخات فوق، ولكن نتيجة التركيبة دي كلها طبيعي ان السعر يكون
اعلى من غيره بشوية حلوين، ولكن انا الصراحة ما توقعتش ان هو يوصل لهذا السعر. وطبعا مش محتاج اقول ان 100 دولار عقبال ما يوصل لتجارنا ويقرروا ان هم يبيعوه، اعتقد هيوصل معاهم ل 150 يمكن 200 دولار. يعني انت بتتكلم في جهاز سعره 6 ل 8000 جنيه مصري، او لو هنقول مثلا في السعودية يعني انت بتتكلم في حدود 750 ريال سعودي في بوت سيستم بالباور بانك بتاعه. ثانيا الفليفر اللي طالع من الجهاز ده الصراحة مش زي الفليفرات اللي انا متعود عليها من فيبوريسو. طبعا ممكن يكون نتيجة صغر حجم الكويل وصغر حجم البود، ولكن الصراحة الفليفر اللي واخده من الجهاز ده، وخصوصا ان انا الايام دي شغال طحن في كذا جهاز تاني في كذا بوت سيستم تاني، الفليفر بتاع الجهاز ده يعمل في حدود 8 وربع 8 ونص من 10، ما وصلش خالص ل9 ولا 9 الا ربع. والصراحة دي حاجة مزعلاني سنة، لاني انا كنت منتظر جهاز يرضي كل الاذواق وخصوصا نظرا لارتفاع سعره. ولكن اتمنى من فيبوريسو لو بيسمعوا ان هم ينزلوا للجهاز ده بودات مطورة او معدلة او محسنة تظبط حتة الفليفر دي، رغم ان البود ما عملش معايا اي نوع من انواع الليكينج او السبيد باك على اي نوع من انواع الليكويد. لو هنعتبره جهاز البهوات مبروك مقدما ل2 بهوات هيكسبوا معايا جهازين كوز من فيبوريسو من خلال تعليقات حضراتكم على كل ما هو فيديو على اتش فيبنج وتكي جامد. بشكركم واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ويلا نلحق نفسنا.